التنمية الوقفية للأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت تشارك الأمانة العامة للأوقاف في هذا المعرض، معرض الملتقى الكويتي المغربي الثالث، وسبق حقيقة الأمانة العامة للأوقاف مشاركة في مثل هذه الملتقيات وهذه المعارض، حرصا منها على نشر الثقافة الوقفية وبث الوعي الوقفي لدى الجمهور وتعريف الجمهور الكريم، خاصة في الدول الأخرى ومنها المملكة المغربية الشقيقة، بدور الأمانة العامة للأوقاف في خدمة الأوقاف على مستوى المستوى المحلي وعلى مستوى العالم الإسلامي. دولة الكويت هي منسق ملف الأوقاف في العالم الإسلامي، لذلك عليها أدوار تجاه الأوقاف في الكويت وخارجها في الدول الإسلامية. من مشاريع الدولة المنسقة منتدى قضايا الوقف الفقهية، والذي يعقد كل سنتين، في كل سنتين نعقده في إحدى الدول الإسلامية. قبل عدة سنوات عقدت إحدى النسخ من هذا المنتدى في المملكة المغربية الشقيقة في مدينة الرباط، والحقيقة هذا يدل على أن المملكة المغربية الشقيقة متميزة في إدارتها للأوقاف. هناك علاقات وتواصل بين مؤسستنا الأمانة العامة للأوقاف وبين إدارة الأوقاف في المملكة المغربية. وسبق أن استضفنا عدة مرات مدير الأوقاف المغربية في ملتقياتنا، ومؤخرا في الملتقى الوقفي 23 الذي أقيم قبل عدة أيام في دولة الكويت استضفنا عدة ضيوف من عدة دول، منها دكتور من وزارة الأوقاف المغربية، وشارك معنا في إحدى أوراق العمل قدمها خلال هذا الملتقى. وكذلك نحن في مثل هذه المعارض يعني نتواصل مع الأشقاء المغاربة في يعني هذا المعرض وفي المهتمين في مجال الأوقاف والمختصين، بالإضافة إلى الجمهور الكريم لتعريفهم بدور الأمانة العامة للأوقاف ودور دولة الكويت في خدمة الثقافة الإسلامية والثقافة الوقفية. وهناك تجارب في الكويت يعني، بس هذا خارج إطار عمل أولا الأمانة العامة للأوقاف، وخارج إطار العمل الحكومي. هذا عمل يعني بنوك قطاع خاص وتتبع البنك المركزي الكويتي. ونعم هناك في الكويت تجارب في البنوك الإسلامية، تجارب متميزة، فأنا أتصور إذا كان هناك تواصل مع التجارب هذه في الكويت، بل إن بعض البنوك التقليدية يعني غيرت نظامها إلى البنك الإسلامي حسب الشريعة الإسلامية لجدوى ونجاح هذه التجربة.